كام مرة مسكت موبايلك النهاردة بدون سبب؟ كام مرة قلت هفتح دقيقة وتقعد ساعة؟ هل فكرت قبل كده ليه السوشيال ميديا مصممة بطريقة تخليك مش قادر تبطلها؟ ليه بتحس إن يومك بيضيع من غير ما تحقق أي حاجة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ليه السوشيال ميديا بقت إدمان، إزاي بيستغلوا دماغك، وإزاي تقدر تتحرر منها وتاخد كنترول على وقتك وحياتك. ليه السوشيال ميديا مصممة تخليك مدمن؟ الحقيقة إن السوشيال ميديا مش مجرد وسائل تواصل، دي مصانع لجذب انتباهك. فيسبوك، انستجرام، تيك توك وغيرهم بيستخدموا الخوارزميات الذكية عشان يخلوك تقضي أطول وقت ممكن على التطبيق. هل عمرك لاحظت إنك كل ما تسحب الشاشة بيجيلك حاجة مشوقة؟ دي مش صدفة أكيد. السكرول اللانهائي هو تصميم مقصود يخليك تكمل من غير ما تحس بالوقت. الإشعارات، كل إشعار مصمم لتحفيز الدوبامين في مخك. ومن أحدى التجارب الشهيرة، مهندسين سابقين في جوجل وفيسبوك اعترفوا إنهم صمموا التطبيقات لتكون مسببة للإدمان. إزاي إدمان السوشيال ميديا بيأثر علينا؟ تدمير التركيز والإنتاجية. ليه بقينا نمل بسرعة من أي حاجة مفيدة؟ كتر المعلومات السريعة بتخليك غير قادر على التركيز لفترة طويلة. تدمير الصحة النفسية. كم مرة قعدت تقارن حياتك بحياة أي حد على انستجرام؟ السوشيال ميديا بتخلق صورة مثالية للحياة، وده بيخلينا نحس إننا أقل من الناس اللي احنا شايفينهم على السوشيال ميديا. في دراسات أثبتت إن زيادة استخدام السوشيال ميديا مرتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق. تدمير العلاقات الاجتماعية. بقينا قاعدين مع بعض بس كل واحد فينا ماسك تليفونه، دي بقت حاجة طبيعية. تواصلنا الواقعي بقى أقل من الأول والعلاقات بقت سطحية كلها. إزاي تتخلص من إدمان السوشيال ميديا؟ خد كنترول على وقتك، وبعدين استخدم تطبيقات تقلل وقت الشاشة. حدد وقت معين لمتابعة السوشيال ميديا، مثلا نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل، لأن كده كده ما هيفوتكش حاجة. يعني حتى لو انت ما فتحتش السوشيال ميديا فما هيفوتكش حاجة مهمة. ابعد عن الإشعارات، يعني اقفل الإشعارات الغير ضرورية. خلي التطبيقات بس اللي انت في حاجة ليها، سواء شغل أو دراسة، فهي دي اللي تكون تبعت لك إشعارات. إنما باقي التطبيقات اقفل الإشعارات بتاعتها، وده هيقلل جدا من انك تستخدم السوشيال ميديا، وهيقلل كمان ادمانك للسوشيال ميديا. استبدل مثلا العادة بعادة تانية. بدل ما تفتح الموبايل اول ما تصحى من النوم، يعني في ناس بتفتح الموبايل اول ما بتقوم، ممكن تمسكه ساعة ساعتين، تفضل تسكرول في اي موقع سواء فيسبوك، انستجرام، تيك توك. فبدل ما تقوم من النوم وتمسك التليفون الساعة او الساعتين اللي بتقومهم، لا، جرب مثلا مرة تقرأ او تمارس رياضة. جرب مثلا تحدي يوم بدون سوشيال ميديا. جرب الحاجات دي وهتشعر بفرق كبير جدا في حياتك، وهتشعر بفرق كبير جدا في الإنتاجية قبل وبعد. في النهاية مش مطلوب منك طبعا إنك تبطل السوشيال ميديا نهائيا، لكن المطلوب إنك تبقى أنت المتحكم فيها، مش هي اللي تتحكم فيك. لو شايف إنك مدمن سوشيال ميديا، اكتب في الكومنتات إيه أكتر تطبيق بتضيع عليه وقتك، وإيه أول خطوة هتاخدها عشان تقلل استخدامه، وده طبعا يهمنا. ما تنساش اللايك والشير عشان توصل الرسالة لناس أكتر، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.